يا مساء الخير عليكم جميعا، رمضان كريم. يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير. انا آية ودي قناتي. لو لسه اول مرة بتشوفيني ووجودك معايا شرف ليا كبير قوي. ما تنسيش تعملي السبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان خاطر يوصلك مني كل جديد. وعلى قد ما تقدروا كده يا حبايبي تعملوا لي مشاركة للفيديوهات بتاعتي علشان خاطر القناة تكبر بيكو. ويا رب بشكر كل حبايبي اللي بيقولي لي كومنت حلو كده، يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. يا رب كده اكون عند حسن ظنكم، وان انا اكون بقدر افيدكم كده ولو بحاجه بسيطه. النهارده قلت ابدا معاكم كده روتين بقى، ايه تنظيف بقى. اللي كان عندي كام طبق كده في الحوض قلت اغسلهم معاكم عشان لو وراكي بقى اي مواعين اي حاجه وفطرتي وراكي مواعين، يلا حبيبتي تشجعي وقومي اغسليها. ما تخليش حاجه خالص خالص توقفك. ما تكسليش عن حاجه بيتك، اعملي الحاجه مش هتحسي خالص. والله العظيم النظافه حلوه قوي. اما تعملي حاجتك وتفضلي قاعده كده في رواقه وهدوء كده، تشربي كوبايه الشاي، تشربي اي مشروب انت بتحبيه، وحاجتك حواليك نظيفه، هتحسي براحه نفسيه كده. وانا عارفه ان احنا يعني عارفه ان ان احنا كلنا بنفطر وبنحس جسمنا ان هو بيبقى همدان كده مش قادرين نقوم. لكن لا، ما تستسلميش. قومي صلي كده المغرب لو ما كنتش صليتيه، وقومي على طول على المواعين بتاعتك وخلصيها، واقعدي بقى اقراي في القران بتاعك. وبعد ما تقراي القران بتاعك، لو العشاء اذنت او اي حاجه صليها، او شوفي انت بتمشي يومك ازاي. بس ما تخليش مواعين عليكي خالص ولا طبق عندك في الحوض. خلي الدنيا كلها هاديه كده من حواليك علشان خاطر لما تيجي تحضري. يعني انا مثلا عايزه اقولك ان انا كده بغسل الاطباق اللي عندي كده في الحوض قبل ما احضر السحور، علشان خاطر الدنيا تبقى يعني حواليا رايقه كده، وبعمل السحور والدنيا كلها ايه نظيفه حواليا. طبعا انا هنا كنت محضره حاجه السحور، بس قلت اغسل معاكم الكام طبق دول علشان خاطر ما كومش عليا حاجه. يبقى مواعين السحور حاجات اطباق بسيطه كده، ما تبقاش كتير. وحشتوني كتير 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 والله العظيم. لو انت لسه اول مره بتشوفيني واول مره تشوفي الروتين بتاعي ده، تقدري ان انت تعملي سبسكرايب وتفعيل زر الجرس كده على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك. على قد ما تقدروا يا بنات، على قد ما تقدروا شاركوا لي الفيديوهات بتاعتي علشان خاطر القناه يعني كذا حد يشوفها وكده. لان انا والله العظيم حاسه ان المشاهدات بتاعتي قلت والاشتراكات بتاعتي كمان قلت. فعلى قد ما تقدروا تقولوني ان انا القناه بيكم وكده. بس هنا طبعا كنت خلاص بقى كده خلصت انا. وكمان معايا فكره كده هنعملها مع بعض في الفيديو. بس عايزه اقول لكم بقى بعد ما تشوفوها هقول لكم بقى كانت يعني كانت حلوه ولا مش حلوه ولا ايه. بس هتشوفوها معايا كده كده. خلاص نضفت كل حاجه حواليا، نظمتها وكده ونضفت. هعمل بقى، هو البوتاجاز عندي يعني ما فيهوش حاجه، مش موسخ قوي. بس على طول ايدي فيه اول باول عشان خاطر يفضل نظيف. دي بنتي رانسي بقى، معلش سامحوني خالص والله بجد عشان انا بسجل الفيديو هم حواليا. بس هو البوتاجاز بقى عندي كده نضيف يا بنات. بس على قد ما تقدري خلي ايدك في حاجتك علشان خاطر لما تيجي تعمليها ما يبقاش في حاجه اسمها تنظيفات عميقه ومش تنظيفات عميقه والكلام ده كله. لا، هكون حاجتك كلها نظيفه. هنا بوريكم ان انا خلصت خلاص المواعين اللي عندي، ومسحت البوتاجاز عشان احضر ايه السحور. طبعا انا اول مره اجيب تاني مرة اجيب عجينة طعمية في رمضان. انا بحب قوي اتسحر عليها. ودي البطاطس طبعا كنت قشرتها وحمرتها نص تحميرة ودخلتها زي ما هي كده بردت، وبعد كده دخلتها الفريزر. هتاخد بس يعني تتلج كده وتيجي تقليها وهي متجمده. عايزه اقولك بطاطس بومفريت بجد، عايزه اقولك بتبقى مقرمشه كده وطريه قوي من جوه. بس اهم حاجه ما تسيبيهاش تفك خالص من التلجة، تنزليها زي ما هي يعني زي ما هي كده بالتجميد بتاعها على طول. زي الخضار بالظبط لما بنفرزه بننزله على طول كده في التسبيكه او في يعني بننزله على طول في التسبيكه او الصلصه بتاعته. هنا خلاص بقى فنزلت هنا يا بنات بالبطاطس، قلت تتحمر. هو سحور كده حاجات بسيطه علشان خاطر احنا اصلا بنبقى ما كناش على الفطار. ومثلا بعد ما بنخلص صلاه العشاء بقى والتراويح والكلام ده كله وبقى نقرا القران بتاعنا، واحنا قاعدين كده بنتفرج على اي مسلسل بقى اي حاجه، قاعدين قاعده كده فبنقعد يعني بناكل.
مش بنبقى جعانين قوي، فبنحضر سحور اللي هو الحاجات اللي هي تخلينا ناكل كده بمعنى اصح. عايزه اقولك عجينه الطعميه بقى والبطاطس المحمره والفول الاساسي على كل بيت في كل بيت مصري لازم طبق الفول. عايزه اقول لكم جربت كذا مره ان انا افطر يعني اتسحر من غير فول. حسيت والله العظيم بجد، حسيت ان انا في اليوم بتاعي في حاجه ناقصاني، حسيت بعطش، حسيت بص مش قادره اقول لكم والله بجد كنت تعبانه قوي. مع اني ما باكلش منه يعني ما باكلش غير ممكن مثلا لقمه لقمتين كده، بس بحس ان هو لازم يبقى ايه موجود على السحور وكده. هنا طبعا عايزه اقول لكم ان هو اول سحور ليا في شقتي. يعني احنا كنا بنتسحر تحت عند حماية وحماتي وكده، بس بنبقى يعني ان انا فكره ان انا انزل بقى واطلع ومش عارفه ايه لا، فقلت ايه خلينا نتسحر في البيت بدل ما ننزل ونطلع بالعيال. بس كده يا بنات، هنا هطلع البطاطس وهقفل على كان عندي قرنين فلفل قلت احمرهم. على فكره عايزه اقول لكم الحاجات دي كلها بجد ما بتعطش خالص. معلش بقى اعذروني عشان انا بسجل والله و... وعيالي جنبي وكده. بس فكان عندي القرنين فلفل دول في التلاجة، فقلت احمرهم بدل ما يترموا او يبوظوا او اي حاجه من دي، يعني نستفاد بيهم يعني بمعنى اصح. هنا خلاص انا كده بوريكم البطاطس مقرمشه بس من جوه طريه وطعمها حلو قوي 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 قوي. على فكره بحب اعملها بالطريقه دي قوي، ما بتشربش زيت. وشفت انتوا لما تحمروا البطاطس كده وتحسوا ان هي مش شاربه زي البومفريت زي اللي بنجيبها من بره دي. بس هنا هبتدي ان انا اعمل الفول. ولما جيت عملت الفول يعني حسيته ان الفول دوت على فكره يا بنات انا ما كنتش اعرف ان الفول بيتحط عليه ما كنتش اعرف ان الفول انا كنت بشوف ان هو مثلا في ناس كده فيديوهات ليهم بسمعها في طريقه عمل الفول ان هو بيتحط له رز. بس انا على فكره ما جربتش ان انا احط له رز خالص. انا هنا بوريكم الفول ده معمول برز لان الرز باين فيه جدا، يعني عايزه اقولك ان حبات الرز كده باينه فيه. فحاولت على قد ما اقدر ان انا احط له مثلا زودت له ميه علشان خاطر على الاقل مثلا ايه يكمل سواه كده شويه. فاهمين قصدي ايه؟ فاهمين اكيد انتوا. بس فعملت كده وبعد كده حطيت له التوابل. انا هنا بقلب بالمعلقه اللي هي مش طبعا مش اللي هو بكحت في الطاسه خالص، لا انا بعمل على خفيف عشان محدش يقول لي ان الطاسه تيفال وانا بعمل بيها بمعلقه كده ستانلس وكده، عشان انا مش بجرحها، انا مخليه بالي ما تخافوش. بس هنا بقى هبتدي ان انا انزل بالعجينه بتاعتي في الزيت. كان الزيت خلاص سبته يهدى وبعد كده ايه ولعت عليه تاني ونزلت معاه بالعجينه بتاعت الطعميه. اللي بيحب بقى عجينة الطعمية او بيحب الطعمية في السحور كده زيي يقولي. عايزة اقول لكم والله انا ما كنتش لازما ان انا اجيبها او اعملها او اتسحر عليها، بس على فكرة بتبقى طعمها حلو قوي 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 في السحور، مش عارفة ازاي. لا بتبقى طعمها حلو ومش بتعطش خالص، يعني متخافيش والله العظيم الاكل ده ما بيعطش خالص. يا الله. طبعا انتوا هتقولولي انت مولعه ايه ده الفحم اللي انت مولعاه ده يا ايه؟ هقول لكم الفحم اللي انا مولعاه ده هعمل بيه ايه. بص هو كان اختراع. يعني انا ما كنت مش انا اللي مخترعاه الصراحه. انا لما كنت بشتري كنت بجيب الفول والطعميه من المطعم، لقيت في فلافل او الطعميه دي معموله على الفحم، فقلت الصراحه اجربها في البيت، اجربها احطها على الفحم. طبعا جربتها وعايزه اقول لكم ان انتوا ما تجربوهاش عشان هي طلعت طعمها مش حلو خالص. يعني بصوا يعني لو في ناس بتحب طعم المشويات قوي، يعني طعم هقول لكم ايه طعم الفحم كده، المشويات اللي هي بتبقى على الفحم، لو في ناس بتحبها يعني تعملها. لو في ناس ما بتحبش طعم الفحم خالص في الاكل ما تعملهاش. بس انا عملتها وجربتها طلعت اصلا مش هي، يعني انا اشتريتها تاني يوم طلعت مش هي العجينة
يعني مش هي العجينه اللي احنا شفناها. هتقولي لي ازاي؟ يعني لا، العجينه اللي احنا شفناها تحسي ان هو محطوط لها بصل بقى. شفتوا الكفته اكنها عامله زي عجينه الكفته، بس هي عجينه طعميه. ف يعني انا جربتها، واللي عايز يجربها يجربها، واللي مش عايز. انا الصراحه ما عجبتنيش ولا عجبت جوزي خالص، عشان خاطر كنت حاسه ان الفحم فيها شديد قوي كده. لا، مش طعم الطعميه بتاعتنا الاصلي بقى وكده. لكن الطعميه التانية اللي بتتباع على الفحم مش نفس العجينه اللي احنا بنشتريها، هما ليهم طريقه تانية. فبلاش بقى ايه ان انا افتكس وكده واقول لكم ان هي طلعت حلوه، يعني عشان ايه ما اكدبش ويبقى حرام عليا، عشان احنا في رمضان وكده. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما عملتليش لايك، انزلي اعملي لي لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل، عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك يا حبيبه قلبي. بس هنا بقى كنت بسخن خلاص الفول تاني. وبعد كده كانت عندي الجبنه القريش دي، كنت واخداها من عند ماما، طعمها حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم دلعه وحلوه قوي. هقطع عليها طماطمايه كده وبس. هو ده بقى السحور بتاعنا المصري اللي في كل بيت مصري طبعا. والزبادي لو عندك بقى زبادي. بس بقى كده هقطع الطماطم على الجبنه، وبحط حبه زيت، ولو عايزه تحطي كمون حطي زي ما انت ايه بتحبي تعمليها اعمليها. لو عايزه تقطعي عليها طبعا خيار ممكن تعمليها، بتبقى طعمها حلو قوي. وهنا كنت خلاص بقى كده، خلاص خلصت بقى السحور. يا رب كده ايكون شجعتكم ان انتوا تقوموا تعملوا حاجه وراكم تحضروا السحور. لو انت مش قادره، لا على فكره عايزه اقولك ان احنا نحضر سحور والفطار والحاجات دي حاجات احنا بنفتقدها طول السنه، ما بتبقاش غير في رمضان. فحاولي على قد ما تقدري ان انتي تستمتعي بشهر رمضان ده، في العباده، في الصوم، في الصلاه، في كل حاجه. لو انت ادعي ربنا باي حاجه انت نفسك فيها، مش شرط ان هي تتحقق على طول في وقتها. ان شاء الله اكيد ربنا شايل لك الاحسن، واكيد عسى يعني وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى يعني ان تحبوا شيء وهو ايه شر لكم. فاحمدوا ربنا على كل حال، والحمد لله على اي حاجه ربنا بيجيبها، والحمد لله على نعمه يعني نعمته وكده. طبعا هنا خلاص كنت خلصت يا بنات السحور بتاعي. لو عجبكم الفيديو، طبعا بعد ما اتسحرت الفجر اذن وصليت الفجر وقعدت قرأت في المصحف. اشوفكم على خير. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك.